السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة بسيطة. هنعمل بقى النهاردة رز بشعرية. ازاي تطلعيه مفلفل وجميل، ازاي تعمليه طعم حلو قوي، وازاي كمان تعرفي معيار الشوربة او المية بتاعته. كملي ان شاء الله معايا الفيديو للاخر باذن الله وانت تشوفي عملناه ازاي. معايا بقى كده حلة احط فيها شوية كده من الزيت، وانزل كمان معلقة كبيرة كده من الزبدة البلدي، وانزل كمان معلقة كده من الزبدة الصفراء. الزبدة البلدي بتديله طعم حلو قوي، مفيش احلى من الرز اللي بيتعمل بالزبدة البلدي. طبعا لو مش عندك زبدة هتبدليها عادي بسمنة. ننزل بقى بكمية كده من الشعرية، الكمية دي ترجع لك كتير قليل على حسب ما انت عايزة. نبدأ نقلبها كده مع الزبدة والزيت، ونقلبها كويس جدا لحد ما تاخد معايا كلها، تبقى متشبعة كده مع الزبدة. واهم حاجة تبقى دايما ايديكي فيها عشان خدي بالك هي مبتاخدش وقت خالص على النار، خاصة لو الحلة معاكي سخنة. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعلي الجرس يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو شاركيه مع اي حد من حبايبك عشان الكل يستفيد. زي ما انت شايفة كده نبدأ ان انت زي ما قلتلك ايديكي دايما تبقى فيه، عشان مش ناحية تاخد لون وناحية تاخد لون، او مش في معاكي اللون الذهبي ده. نبدا بقى ننزل بالرز اللي احنا مسكناه غسلناه ومصفينه كويس جدا. نبدا بقى ان انا اول ما نزلت باول كبشتين بدات ان انا اقلبها كده مع الشعريه، الرز مع الشعريه، عشان خاطر الشعريه ما تاخدش معايا لون بزياده. وبعد كده انزل بقى كميه الرز. نبدا برضك اللي احنا نقلب فيها كده مع بعض زي ما انتم شايفين. دايما تبقى ايديكي فيه عشان ما يتلسعش معاكي من ناحيه والناحيه لا. كل ما تشوحي فيه كل ما تقلبي فيه تاخدي نتيجه حلوه قوي، تاخدي بتبقى مفلفل معاكي وجميل. نبدأ بقى ان احنا نحط كمان واحدة من مرق دجاج كده، وحطيت كمان معلقة وربع من الملح. انا هحط شوربة ومية. طبعا لو انت هتحطي شوربة بس ما تحطيش ملح، وخدي بالك لان بتبقى الشوربة حايقة. نبدأ برضك ان احنا نقلبهم كده مع بعض. اول ما تشوفي بقى لون الرز كده بقى لون شفاف، يبقى كده خلاص، هو كده خلاص تمام معاكي. نبدأ بقى ننزل بالشوربة او المية المغلية. لازم تكون الشوربة او المية بتاعتك مغلية عشان تاخدي معاكي الرز مظبوط، لان بتكون الحلة سخنة. لو نزلتي بقى عليها مية باردة طبعا انت بتبطئي عملية السوا، بتهدي خالص النار بتاعة الحلة. فلازم تبقى ده سخن وده سخن عشان تاخدي معاكي نتيجة مظبوطة. تعرفي بقى ازاي المعيار. نبدأ ننزل بقى كل كوباية من الرز قدامها كوباية من المية، وتحسبي بردك الشعرية. يعني لو هتحطي كوباية رز وكوباية شعرية تنزلي بكوبايتين من الشوربة او كوبايتين من المية، وتعلي بقى خلاص النار. ونبدأ ان احنا نغطي عليها. تبدأ طبعا تظبطي الاول الملح، خدي بالك من النقطة دي. اول ما تشوفي بقى الفقاقيع والشكل اللي انت شايفاه ده ما تقلبيش ولا اي حاجة، وطي بقى النار كأنك بالظبط على كأنك بالظبط تعملي قهوة. توطي النار خالص، وبعديها ب10 دقايق ان شاء الله هيكون معاكي استوى وزي ما انت شايفاه كده. وما تغطيش بقى عليه، خلي الحله متقفعه. يعني الغطا ما تخلوش مكتوم جامد عشان ما يسويش معاكي بزياده. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله الرز ما فيش مثلا شعريه واخده لون اكتر من شعريه، لا كلها مظبوطه. وان شاء الله اي حد باذن الله يتفرج على الفيديو ويعمله باذن الله تطلع معاه احلى كمان ما انا عاملاه تحفه. بصوا ما شاء الله كان سخن وايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.